بصي انا عملت النهارده فراخ مشويه مع البطاطس. صينيه الفراخ المشويه مع البطاطس طلعت حلوه جدا، طبعا من الحاجات المفضله عندنا في البيت. لازم اعملها على الاقل مره في الاسبوع لانها بتبقى حلوه وخفيفه وكويسه. دي شكل الفراخ بعد ما طلعت طبعا مستويه وطعمها حلو جدا. البطاطس كمان شايفه لونها جميل جدا ومستويه وطعمها حلو. طبعا من اسهل الحاجات اللي انت تعمليها، ما تاخدش وقت خالص، هي صينيه الفراخ المشويه مع البطاطس. طبعا دي الفرخه دي انا غسلتها وحطيتها في محلول النقع حوالي 3 ساعات بالليمون والملح، وبعد كده غسلتها كويس جدا ونشفتها وعملت فيها فتحات. بعد ما قسمتها على 4 عملت فيها فتحات. وبعدين جهزت الخلطة بتاعتي، جبت بصلة بشرتها ناعم معاها قرن فلفل، ودي الحاجات اللي انا هحطها: ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وجنزبيل وزيت زيتون حوالي معلقتين. ودوبت كل الحاجات دي كويس جدا، والملح طبعا. وبعد كده حطيت كمان مستردة باودر، شايفه دي معلقه دبس رمان. طبعا دي بتخلي الفراخ في حته تاني وتالت خالص خالص خالص. قلبت الخلطه بتاعتي كويس جدا، وبعد كده جبت الفراخ. شايفه الحتت الفتحات اللي انا عملتها، عملت لها زي مساج. دخلت كل الحاجات دي، كمان حطيت كام حبهان سليمه حوالي 4 حبات، على اساس بيدي ريحه حلوه جدا، ومع ورقتين لورا بيدي ريحه حاجه تاني حلوه جدا للفراخ. طبعا انا حطيت الفراخ بالوضع ده وحطيت لها وغطيتها وشلتها في التلاجة لمدة ساعتين. انت تقدري تعمليها قبلها بيوم، قبلها بساعة، قبلها بساعتين، لغاية اما تجهزي باقي الطلبات بتاعتك.